الله عندنا حلقة مهمة جدا جدا عن تغيير الزيت، وعن كمان ايه افضل الانواع اللي احنا بنستخدمها، وكمان هنقول لكم على معلومة مهمة جدا جدا اخر الفيديو. ارجو ان انتم تشوفوا الفيديو للاخر. نبدأ الفيديو ان شاء الله، وهنقول لكم على اهم العدد اللي احنا بنستخدمها، واهم عدة عندنا هي هتكون اللقمة ال17. تمام، وديت علشان نفك بيها الطبة بتاعة الزيت. اللقمة ال17 دوت شكلها، طبعا انا هنا بستخدمها بمفتاح سيستيم، تمام، عشان يسهل يعني عليا الحركة والاداء، وطبعا برضو عشان ما يكونش في الطبة او الكلام ده كله. رأيي وانت بتفك الطبة ايدها تكون حنينة وبالراحة وبالهداوة، بلاش تتغشم عليها، لان هي في الاول وفي الاخر ألمونيا، فممكن طبعا اي حركة غشامة تزعلك. تمام. طيب يلا بينا نشوف بقى التغيير كده واحدة واحدة. اول حاجة بقى والمعلومة المهمة جدا، ان احنا طبعا زي ما انتم عارفين احنا عندنا طبتين للزيت. الطبة الاولى اللي هي بتكون من تحت من هنا، تمام. الطبة التانية بقى بتكون فين مكانها؟ هنا رقم الموتور اهوت. الطبة اللي انا بتكلم عليها الجانبية بتكون اهي. احنا بقى بنغير الزيت بتاعنا من الطبة الجانبية ولا الطبة اللي تحت، وايهما افضل؟ ودي نصيحتي ليك، ان انت تغير الزيت من الطبة اللي تحت. ليه بقى؟ لان الطبة الجانبية ديت ضعيفة، تمام، وديت كمان داخلة على طول في الموتور. فلو الطبه ديت جرالها اي حاجه، انت ساعتها هتخش بقى في حوارات ان انت تعمل سن سوسته، تعمل بقى الهيلي كويل، تعمل بقى حوارات كتيره جدا. فانا على ايه اوجع دماغي واوجع قلبي؟ طالما انا عندي طبتين، فانا خلاص اخد الطبه اللي ايه الامان اللي فيهم، اللي هي الطبه اللي بتكون من تحت الموتور، مش اللي بتكون في الجنب. تمام كده. فالافضل ان احنا نغير الزيت من الطبه اللي تحت. ما احنا قلنا احنا بنستخدم اهوت المفتاح اللي هو مفتاح السيستيم، تمام، او اليد، وبنركب في الاخر فيه كده، هو بيبقى معاه يعني وصله، وفي الوصله ديت بنركب فيها الايه اللقمه عشان تدينا عزم يعني في الربط او الفك. هنبدا نعمل الاداه بتاعتنا كده. تمام. هنبدا بقى نروح على الطبه بتاعتنا، تمام، وبالراحه جدا هنبدا ان احنا ايه نفكها، يعني بشكل بالراحه، ما تغشمش عليها. تمام. اهي بص بكل بساطه فكت معايا اهي، من غير اي بص تعب، من غير اي مجهود. خلاص بعد كده هبدا بقى ان انا اشيل المفتاح، وابدا ان انا ايه اشتغل بايديا. ديت اللي هي اللي تحت، لما نيجي نفكها خلي بالك ان بيبقى فيها زي سوسته، والسوسته ديت زي ما بيكون فيها كده ايه مصفى، فخلي بالك من المعلومه ديت. بص كده زي ما انت شايف قدامك، تمام، بيكون اهي الطبه، ديت الطبه بيكون فيها سوسته، وبيكون فيها كمان مصفى للزيت. فاحنا طبعا الطبه والمصفى ديت هناخدها ننضفها عقبال الايه عقبال الزيت ما ينزل، ونرجع لكم تاني. لما طبعا تيجي تغير الزيت، تبقى حاول ان انت تفك الطبه اللي احنا بقى بنحط منها الزيت. ليه بقى؟ علشان الطبه ديت بتسمح بمرور الهواء، تمام. فانت لما هتدخل الهواء من هنا، فديت هتساعدك جدا جدا ان انت ايه تصفي الزيت بشكل اسرع، وان هو ينزل كله طبعا. وما تنساش طبعا ان انت لازم تهز السكوتر كده يمين وشمال عشان تتاكد ان كل الزيت القديم نزل، علشان لما تحط زيت جديد ما يخلطش معاه. فدي الخطوه اللي بعد كده، ان احنا هنصبر طبعا، وهنهز السكوتر كده شويه لحد ما ينزل كل اللي فيه. وطبعا في الاخر خالص لما نتاكد ان كل حاجه نزلت، هنعمل ايه بقى؟ هناخد الزيت ونشوف طبعا المقياس بتاعه، هل نازل ناقص، هل نازل مثلا آه في حاجه مش نزل كامل، وهكذا. فبرضه ديت عمليه ضروريه عشان تتاكد من سلامه الموتور بتاعك في كل تغيير زيت، ان انت يا اما توزن الزيت، او يا اما تحطه في العبوه وتشوف المقياس بتاعه هل هو 800 مللي ولا لا. طبعا لو لقيته مثلا رينج ال 700 750 دي حاجه طبيعيه جدا، هو بيبقى فيه معدل تبخر للزيت، ولازم طبعا ان هو مع الحركه والسخونيه وهكذا بيبدا ان هو يتبخر. بس طبعا لو معدل التبخر ده كبير جدا، او الزيت نزل ناقص، ففي الحاله ديت انت لازم تكشف على الموتور بتاعك عند فني متخصص. طبعا ما تنساش ان احنا بيبقى فيه زي مصفى كده للزيت، ادي دوت شكلها. ديت ايه بتكون مسؤوله ان الزيت طبعا اللي داخل للموتور لو فيه رايش او كده، فبيبدا ان ايه المصفى ديت تحجبه. فطبعا راعي ان انت دايما تنظف المصفى ديت، تديها واحده هوا طبعا، تغسلها بميه. اهم حاجه تتاكد ان هي تكون نظيفه جدا من جوه بالشكل اللي انت شايفه دوت. تمام. طيب لما تيجي بقى تركبها على الطبه، احنا بنركب السوسته اهيت، تمام. السوسته ديت ليها اتجاهين، هنا الواسعه من فوق والضيقه بتكون من تحت. يبقى الطبه اهيت، تمام، زي ما انت شايف بتكون كده. بحط المنطقه الضيقه في الطبه كده، وبعد كده بحط الايه السوسته، تمام، وبعد كده بقوم مدخلها في الطبه طبعا بتاعه الزيت اللي هي موجوده في الموتور.
فدوت بيكون الشكل بتاعها. تمام، راعي الترتيب، حاول ان انت ما تتلخبطش في السوست، عشان لو ركبتها بالعكس هتلاقيها نطرت كده والايه ومش هتقفل معاك. دلوقتي اتاكدت طبعا ان الزيت صفى كويس جدا جدا. نضفت طبعا الطبه بتاعتي، نضفت طبعا المصفى بتاعتي. هبدا بقى ايه ان انا اركب. طيب عايزه اقول لك معلومه، وانت بتنضف المصفى بتاعتك وانت بتنضف الطبه ديت شكلها بيكون فيها زي قلسيه زيت، تمام، من جوه اللي هو لونه اسود دوت. حاسب لا يقع منك وانت بتنضف الطبه. تمام، ادي هي الطبه عندنا. هبدا اخد بقى السوسته زي ما انا وريتكم. طبعا المنطقه الضيقه هي اللي بتكون جوه الطبه بالشكل دوت. وبعد كده هبدا احط المصفى، وابدا بعد كده بايديا طبعا ايه احطها في الموتور. تمام، واتاكد طبعا ان انا ايه يعني بركبها بايديا علشان السنون بتاعه الطبه ما تتاكلش. طيب ادخلها كده بايديا واضغطها، وابدا ان انا ايه ادخلها بس كده اربط لحد ما احط الزيت، وبعد كده في الاخر خالص بربط على كله. هي تخش معايا واحده واحده. طبعا لازم تراعي وانت بتركب ان انت مركب صح عشان السنون ما تتاكلش. تمام كده اهو، احنا ايه ربطناها بس يا دوبك بايدينا كده لحد ما ايه ما نحط الزيت بتاعنا. تعالوا بقى اوريكم انا بحط زيت ايه. مع بعض على الزيت اللي انا بحطه. انا عن نفسي بحط طبعا اي زيت اي شركه، المهم ان هو يكون لزوجة 10 على 40، وتكون طبعا شركه مستورده، ويكون طبعا معتمد من ABI. تمام كده. انا عن نفسي المره ديت التغييره ديت هحط ايني دوت. انا استخدمته قبل كده بصراحه، هو طبعا معتمد من ABI زي ما انت شايف. وكمان جاسو MA وMA2. طبعا بيكون هنا في زي كده ايه كتالوج او زي مثلا تعليمات او كده، ودوت بنفكها علشان نتاكد ان المنتج دوت بتاعنا بيكون ايه اصلي. تلاقي زي علامه سهم اهوت، مجرد ما انت هتشيلها كده. تمام، فانت بقى ايه هتلاقي المعلومات الكامله طبعا عن المنتج وهكذا. تمام، ودوت طبعا حاجه بتضمن لك يعني ان الايه المنتج اصلي، او ان المنتج يعني هو دوت الايه الاصلي. كمان برضو هتلاقي من الناحيه التانيه فيه برضو. تمام، هتلاقي نفس الموضوع، هتلاقي برضو سهم. تمام، برضو بنعمل كده وبنشيلها عشان نتاكد ان المنتج دوت ايه اصلي، وهو دوت اللي ايه طالع من شركته زي ما انتم شايفين اهوت برضو قدامكم اهي. يبقى دي من الناحيه اللي ورا اهي، وادي كمان من الناحيه اللي ايه اللي قدام. تمام كده. طيب اتاكدنا بقى من الزيت ان هو تمام وان كل حاجه تمام. هنبدا بقى ايه نحط الزيت بتاعنا واحده واحده بدون تسرع. طبعا القمع دوت انا اللي مركبه للازازه، يعني عشان اسهل لنفسي وعشان يخش في الطبه يعني بسهوله، يعني ما يوجعش قلبي، يعني زي ما انتم شايفين كده يخش بايه بشكل يكون سلس نوعا ما يعني. يلا بينا هنحط الزيت طبعا، وهنربط ونقفل وهنوريكم في الاخر. ودي اسطوره بنسمعها كتير جدا، تلاقي واحد جاي يقول لك ايه اصل انا عودت السكوتر بتاعي على كذا، اصل انا عودته على مش عارف ايه. طيب عايز اقول لك على حاجه، دي اسطوره من اساطير السكوتر. مفيش حاجه اسمها انا عودت السكوتر على نوع كذا. تمام، استخدم اي نوع قدامك، اي شركه، اهم حاجه تكون شركه محترمه، تكون شركه طبعا معروفه في السوق، والاهم ان هو يكون 10 على 40 دوت طبعا المهم، ويكون معتمد من ABI. ده عباره عن موتور. الموتور دوت ليه سبيسيفيكيشن معينه. تمام، فمش هيفرق اسم الزيت ايه. الموتور مش فاهم انت حطيت زيت ايه اصلا، هو ليه دعوه بمواصفات الزيت. تمام، فانا يعني حابب انوه ان مفيش حاجه اسمها انا عودت السكوتر على نوع كذا يبقى انا لازم افضل طول العمر احط كذا. لا بالعكس، ان انت تغير النوع دي حاجه هتثبت لك ان في انواع وبدايل احسن كتير تقدر ان انت تحطها، وتقدر توفر معاك سواء في فلوس سواء في الاداء. وكمان هتحس بتحسن طبعا في الاداء بتاع السكوتر. احنا الحمد لله اهوت غيرنا الزيت، ربطنا على الطبات، نضفنا المصفى بتاعت الزيت، ودورنا السكوتر زي ما انتم شايفين كده. السكوتر هو الحمد لله داير، الصوت هادي جدا، السكوتر مستقر. في الاخر احب اقول لكم ان احنا يعني عملنا الفيديو دوت علشان نثبت لكم حاجتين. الحاجه الاولى ان احنا يعني نهدم الاشاعه اللي موجوده، اللي هو ايه بقى، انا بحط زيت كذا يبقى لازم افضل طول العمر احط زيت كذا. تمام، والاشاعه الثانيه ان ايه لا لازم تحط نوع كذا، لازم تحط نوع كذا. لا يا جماعه الكلام دوت مش صح. في انواع كتيره وفي بدائل كتيره ممكن تكون كمان ارخص في السعر واعلى كمان في الاداء. في اخر الفيديو ارجو تكونوا استفدتم، والف شكر ليكم يا شباب، شكرا.